اللي يحرجك احرجه ومسخره زي ما مسخرك قدام الناس. اوعك تفكر لما تكون مؤدب زيادة عن اللزوم وتتكلم معاه بأدب واحترام انه هيراجع نفسه ويقول لا، هذا غير مني وعمل مني وخلاني حدا كويس ويحترمك كلام هذا كله. لا، بيعتبرك اهبل وعبيط انك ما رديت عليه. فاللي يحرجك احرجه وبزيادة شوي كمان، وخلي العالم تتمسخر عليه لانه بيستاهل. خرجه يستاهل. هو كل واحد بيتعمد انه يكسر بخاطر حدا، وهذا قانوني في الحياة. ولا احرق في دمي، ولا يتقال عني هبلة وعبيطة، ولا يتقال عني ما بفهمش ارد. كنت زمان بعمل كده. زمان لما كنت بعامل الناس كلها على انها طيبة وغلبانة وان الناس كلها زيي وكلام من هذا كله، اكتشفت انه الناس ما بتجيش غير على الطيب، ويقعدوا يقلوا منه ويكسروا بخاطره ويمارسوا كل قواهم التافهة عليه، ويستعرضوا عضلاتهم انهم قدروا على الضعيف. واحنا بسبب ادبنا واحترامنا كنا نعض ايدينا ونقول يا ريت اهلنا ما ربونا زيادة. فانا بقول لك ما تجيش على نفسك وما تجيش على صحتك وما تجيبش لنفسك الامراض وتعب القلب وانت بتربي في ناس اصلا مش متربية. اهاليهم ما عرفوش يربوهم، اهاليهم ما تعبوش يوم في تربيتهم ويعلموهم يعني ايه احترام الغير، يعني ايه مسلم يسلم الناس من قوله وفعله ولسانه. علشان كده ام كريم بتقولك اللي يغلط فيك رد عليه، اكسر بخاطره زي ما كسر بخاطرك. والعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. انا بقولك اللي يحرجك قدام حد اوعى تعيط او اوعى تعيطي، رد على طول في لحظتها وما تشيليش في قلبك. هو مش احسن منك يعني؟ اعتبريه خبط الطوبة في الحيطة وردت فيه. و... وانا عارفة انه في ناس هيلوموا على الكلام ده وتقولوا لي لا من اداب ومش اداب. اكيد مش في مجتمعنا ده. الاداب ده كان زمان لما كنا بنقول حضرتك ومن فضلك. دلوقتي الصغير مش عارف يحترم الكبير، والكبير يعني بيبكي على الزمن اللي اتربى فيه. فشعارنا من هنا ورايح اللي يكسرنا اكسره، واللي يزعلنا زعله، واللي ما يكبرش بخاطري ما يكبرش بخاطره، واللي يحطني في عينه احطه في عينيا الاتنين. اللي يحرجك احرجه ومسخره زي ما مسخرك قدام الناس. اوعك تفكر لما تكون مؤدب زيادة عن اللزوم وتتكلم معاه بأدب واحترام انه هيراجع نفسه ويقول لا، هذا غير مني وعمل مني وخلاني حدا كويس ويحترمك كلام هذا كله. لا، بيعتبرك اهبل وعبيط انك ما رديت عليه. فاللي يحرجك احرجه وبزيادة شوي كمان، وخلي العالم تتمسخر عليه لانه بيستاهل. خرجه يستاهل. هو كل واحد بيتعمد انه يكسر بخاطر حدا، وهذا قانوني في الحياة. ولا احرق في دمي، ولا يتقال عني هبلة وعبيطة، ولا يتقال عني ما بفهمش ارد. كنت زمان بعمل كده. زمان لما كنت بعامل الناس كلها على انها طيبة وغلبانة وان الناس كلها زيي وكلام من هذا كله، اكتشفت انه الناس ما بتجيش غير على الطيب، ويقعدوا يقلوا منه ويكسروا بخاطره ويمارسوا كل قواهم التافهة عليه، ويستعرضوا عضلاتهم انهم قدروا على الضعيف. واحنا بسبب ادبنا واحترامنا كنا نعض ايدينا ونقول يا ريت اهلنا ما ربونا زيادة. فانا بقولك ما تجيش على نفسك وما تجيش على صحتك وما تجيبش لنفسك الامراض وتعب القلب وانت بتربي في ناس اصلا مش متربية. اهاليهم ما عرفوش يربوهم، اهاليهم ما تعبوش يوم في تربيتهم ويعلموهم يعني ايه احترام الغير، يعني ايه مسلم يسلم الناس من قوله وفعله ولسانه. علشان كده ام كريم بتقولك اللي يغلط فيك رد عليه، اكسر بخاطره زي ما كسر بخاطرك. والعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. انا بقولك اللي يحرجك قدام حد اوعى تعيط او اوعى تعيطي، رد على طول في لحظتها وما تشيليش في قلبك. هو مش احسن منك يعني؟ اعتبريه خبط الطوبة في الحيطة وردت فيه. و... وانا عارفة انه في ناس هيلوموا على الكلام ده وتقولوا لي لا من اداب ومش اداب. اكيد مش في مجتمعنا ده. الاداب ده كان زمان لما كنا بنقول حضرتك ومن فضلك. دلوقتي الصغير مش عارف يحترم الكبير، والكبير يعني بيبكي على الزمن اللي اتربى فيه. فشعارنا من هنا ورايح اللي يكسرنا اكسره، واللي يزعلنا زعله، واللي ما يكبرش بخاطري ما يكبرش بخاطره، واللي يحطني في عينه احطه في عينيا الاتنين.